مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة شتوية أصيلة. أول ما بيهل علينا الشتاء على طول بنلاقي القلقاس موجود في السوق. وطبعا الناس اللي زي بقى اللي بتحبه ما تقدرش تستغنى عنه، تجري على طول عشان تعمله. وبما ان في آراء كتير قوي على طريقة تحضيره، في ناس بتغسله وفي ناس ما بتغسلوش، وفي ناس تقولك لا لو غسلتيه طعمه بيغير. طب تعالوا بقى شوفوا طريقتي فيها واقول لكم انا بعمله ازاي. انا جبت هنا كيلو ونص من القلقاس، نضفته كويس وقشرته وقطعته مكعبات بالشكل ده. انا من انصار الناس اللي بتغسل القلقاس. ليه بقى؟ انا ما بحبش الماده اللزجه اللي بتكون فيه، بصراحه بتغير طعمه وبتخلي طعمه مش ظريف ابدا. هنا بقى جبت ميه مغليه، لازم تكون مغليه، وحطيتها على القلقاس بالشكل ده. وجبت ليمونه وعصرتها عليه، وهسيب القلقاس حوالي 10 دقايق في الميه دي. وبعد كده هدعكه كويس قوي لحد ما ينزل الماده اللزجه اللي فيه. خلاص، هنا كده تمام بالشكل ده. بعد 10 دقايق بقى هصفيه من المية دي، هيكون نزل كل المية اللزجة اللي فيه. بس قبل ما تصفيه يا ريت تدعكيه بايدك كويس عشان ينزل كل المية اللزجة اللي فيه. هنا كده خلاص، بعد حوالي 10 دقايق هاخده بقى خلاص كده واصفيه من المية دي. في الوقت ده هبدأ احضر بقى الخضرة بتاعة القلقاس. جبت هنا حزمتين من السلق. السلق بيكون بالشكل ده كده. شلت هنا العيدان اللي بتكون في النص، وسبت الورق بس هو ده اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. جبت ربطتين، وجبت كمان ربطتين كزبرة بالشكل ده. يبقى الكمية دي هتاخد ربطتين من الكزبرة وهتاخد ربطتين من السلق. هاخده بقى في الخلاط واضربه. لو عندك الخلاط قوي يعني ممكن تحطي الكمية كلها، لكن انا بصراحة ما حطيتش الكمية كلها، حطيت شوية وحطيت معاهم ربع كوباية مية، وبعد كده بدأت ازود الخضرة واحدة واحدة لحد ما اختلطت معايا بالشكل ده. هبدأ هنا بقى اصفيها. انا عايزة اصفيها كويس قوي، ما يبقاش فيها مية نهائي. هنا كده خلاص صفيتها كويس. تعالوا بقى اقول لكم هعمل ايه. هنحتفظ بالمية دي وهنحتفظ برضو بالخضرة اللي طلعت دي، واقول لكم هنعمل بيهم ايه. معايا هنا شوربة، يفضل تكون شوربة لحمة أو شوربة بط، تكون شوربة دسمة. حطيت عليها بصلة مبشورة وعليها نص معلقة من الفلفل الأسود، وحطيت كمان طماطمية مبشورة. نزلت هنا بالسلق، حطيت ملح، وهسيبهم بقى يستووا كده كويس أوي مع بعض. قعد حوالي ساعة إلا ربع. هنا كده خلاص استوى معايا بالشكل ده. بصوا لما بضغط عليه بالمعلقة بيتقطع معايا كده، بس انا برضو مش عايزاه اهريه قوي لانه لسه هيغلي شويه مع السلق، يعني حوالي 3/4 سوا. هنا بقى خدت الميه اللي نزلت من السلق وحطيتها على القلقاس بعد ما استوى بالشكل ده. بصوا لونه عامل ازاي، رهيب. معايا هنا بقى صينيه فيها حوالي معلقتين من السمنه، وهنزل عليها ب5 فصوص من الثوم. هبدأ أشوح فيهم بالشكل ده. أول ما يبدأ لونه يبيض هبدأ أنزل بالسلق اللي احنا صفيناه. هاخد بقى الخليط ده وابدا اشوحه معاه كويس قوي لعند ما لونه يبدا يتغير. هبدا اشوح كده. اول ما ابدا احس ان لونه اتغير هبدا انزل عليه بمعلقه كبيره من الكزبره. هنا كده خلاص هو ده اللون المطلوب. هبدا في الوقت ده بقى انزل بالكزبره واقلبها كويس قوي معاه لحد ما تبدا ريحه الكزبره كده تطلع. هاخد بقى الطشه دي كلها وانزل بيها على القلقاس. مش قادره اقول لكم بقى، طعم بقى والريحة رهيبة رهيبة رهيبة، وخفيف وطعمه خطير يا جماعة. بصوا بقى، هنا تقدري تقدميه بالشكل ده. تقدري تقدميه مع رز بالشعرية، او تقدميه مع عيش ناشف. يعني في ناس بتقطع فيه عيش ناشف كده وياكلوه بالمعلقة. بس انا بحبه بصراحة بالرز، بيبقى جميل قوي. هنا بقى خلاص وصفتنا خلصت النهاردة. يا ريت بقى لو عجبتك الطريقة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تشتركي في قناتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. باي.